السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سموا بالله، وحدوا الله، صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 37 يوم. ده انا برجع مش بقدم 32، ده انا عايزه يبقى 40 و50. النهارده عمر الفراخ 37 يوم، واحنا ماشيين معاكم واحده واحده، وكل حاجه قدامكم وعلى الطبيعه وزي ما انتم شايفينها. هنبص بس على الفضلات الاول، اعزكم الله لا تنزل تحت، مش هنعرف نشوف فضلات. دي الطبيعي. دي الفضلات يا جماعه بتاعت الايه، السقايه دي على فكره فاضيه، بس الحمد لله مش موقعين ميه. دي فيها حاجه بسيطه خالص هنا كام، دي فاضيه خالص ما فيهاش حاجه. طبعا العلف موجود اهو، العلف فيه علف موجود. عماله ابص تاني علشان اشوف لكم حاجه من الحمام بتاعهم تاني، مش شايفه. ده كان لسه يا دوبك قدام الفرخه، ما صدقت، لان طبعا الارضيات البلاستيك واسعه، العيون بتاعتها واسعه، فالفضلات بتنزل تحت في الارضيه بسرعه. اللهم صل عليك يا نبي، مش شايفه اي حاجه. المهم يا جماعه الحمد لله، هو الحمام كويس بتاع الفراخ، ما فيهوش اي حاجه. الحمام الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، وزي ما بنقول وبنخش وبنأكد، لازم قبل ما تعملي سقوه تعملي خلطه تبصي على الحمام. مهم جدا ان انت تشوفي حمام الفراخ. من اهم تربيه الفراخ البيضاء ان انت تخشي تبصي على حمام الفراخ، هو اللي هيحدد معاكي السقوه او الخلطه. عملتي سقوه عملتي خلطه، هو اللي هيحددها معاكي. لان لو في حمام الفراخ فيه حاجه، اي لون من الاسهالات، هنضطر ان احنا نتصرف بناء عليه، هنغير السقوه او الخلطه اللي هنعملها، او لو في برد. فخلوا بالكم يا جماعه من الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم. وتربيه الفراخ البيضاء دون عن الطيور كلها بتبقى متوقفه على التنفسي والمعوي، الاسهالات، الحمام اللي هو بتاعهم والتنفسي. لو الفراخ عندها برد مشكله، والفراخ عندها اسهالات مشكله. فخلي بالكم من الحاجتين دول، هي ما الا تربيه الفراخ بتتوقف على الحاجتين دول، تنفسي ومعوي. اهتميتي بالحاجتين دول ونظفتي مكانك، الدوره هتمشي كويس. الناس اللي بتشتكي بقى من وجع العين بيجي من الريحه، الفرشه مش نظيفه، ريحه امونيا في المكان كده، الفراخ عينها توجعها، كتمه المكان، مفيش تهويه، مقفله على الفراخ، مكتمه، مفيش الكلام ده. لازم انت يبقى في تهويه. انا قافله البلكونه اهي عشان الناس اللي بتقول لك وادي التهويه. التهويه دي التهويه بتاعت الاوضه يا جماعه، مش مباشره، يعني ما بتبقاش على الفراخ على طول. بصوا التهويه منها للحيطه اهي، الحيطه اهي مش مباشره على الفراخ كمان، يعني هي مش مباشره على الفراخ، بس لازم يبقى فيه تهويه في الاوضه، لازم يبقى الفرشه نظيفه. الفرشه شميتي ريحه امونيا، الناس اللي بتقول لي ننضف امتى يا ام مصطفى الفرشه، والله حسب المكان عندك وحسب عدد الفراخ. في ريحه امونيا، فرخه تستني لما الفراخ عينها توجعها او ريحه امونيا وتغيري. انت شميتي ريحه امونيا في ثانيه، كده كده ريحه الفراخ بتطلع، ريحه حمام الفراخ بيطلع. لسه طبعا كويس اهو، اعزكم الله، حمام حالا وانا بسجل معاكم اهو، برضو زي اللي شفناه قبل كده. ريحه امونيا لو شمتيها 5%، على طول نضفي، لان وجع عين الفراخ بيجي من ريحه الامونيا ومن كتمه المكان الزياده. لو انت مكتمه على الفراخ ومفيش تهويه، او الفرشه مش نضيفه عندك والريحه طلعت على الفراخ وسايبه الفرشه، هي دي مشكله وجع العين والبرد والتنفسي والمعوي. كل المشاكل دي بتيجي من الفرشه وكتمه المكان، وبالذات الفرشه. في ناس بتكبر دماغها وتجيب الفراخ ترميها وتقول لك اشيل اخر الدوره، مفيش الكلام ده. احنا بنقول حسب المكان، لو هتنضفي في الدوره مرتين 3 مش كتير عليكي. انت بقى لو عايزه تنضفي كل اسبوع، نظافه منك انت، كل 7 ايام ولا حاجه، دي حاجه ترجع لك انت. انت بقى عايزه تنضفي على فراخك وتروقي على فراخك، دي حاجه ترجع لك انت. بس احنا بنقول الناس اللي بتكسل، لو مرتين 3 في الدوره، لو كل اسبوعين مره مثلا، ما كل اسبوعين مره، كل 10 ايام مره. لازم يا جماعه، لازم النظافه تحت الفراخ يا جماعه. الحاجات دي كلها بتاثر على وزن الفراخ، قله النظافه بتاثر على وزن الفراخ. لان زي ما قلت لكم، النظافه بتاعت الفراخ البيضاء نص التربيه، النظافه نص التربيه. الاكل كوم، والشرب كوم، والنظافه دي كوم لوحدها.
في فايدته ايه؟ باكل واشرب واعمل خلطات واعمل اعشاب وحاجات وانا مش منضفه على فراخ، هتنتج وتكبر ازاي؟ مش مقصره في الحاجات دي كلها، بس مقصره في قله النظافه، فاكنك ما عملتيش حاجه، اكنك انت ما بتعمليش حاجه. بتاكلي باكل، بتشربي بشرب، في اسهالات بعالجه، في برد بعالج يا ام مصطفى. طب فايدته دي كله ايه وانت في النظافه مكسله وما بتنضفيش؟ اكنك ما عملتيش اي حاجه. لازما النظافه هي اللي هتخلي فراخك تنتج معاكي وتكبر معاكي، والنظافه بتاعت الفراخ. والله العظيم انا بروح اذبح الفراخ عند الراجل، الست اللي بتذبح لي المناصر اللي انتوا عارفينها دي بتقول لي انا ما شفتش في نظافه فراخك، اللهم صل على النبي يا ام مصطفى. واحده بتيجي تربي في فراخ بيتي وبتتباع عندنا بال10 وال20، عايزه بقول لك اكني خارج جايبه الفراخ دي من بكابورت، كلها طين، تبقى كلها يا ام مصطفى اكني خارجاها من وحل. فانا والله بقول لعم السيد اللي هو صاحب محل الفراخ، الست اللي شغاله عنده بتقول له يا لوي يا سيد ده ام مصطفى بتجيب الفراخ مفيش فرخه بالصلاه على النبي، الفراخ كلها بيضه قشطه ما فيهاش وساخه ولا فيها اي حاجه. حد يقول لي طب ما لازم تقول كده يا ام مصطفى، ما انت بتربي على ارضيات البلاستيك. لا والله، ولو ما كنت بربي على تبن ونشاره اسالوا المتابعين بقى قدام اللي يقولوا لكم، كنت بخلي فراخي زي الفل، طبق الجير طبق التبن طبق الجير طبق التبن طبق الجير طبق التبن، كل اسبوعين اروح شايله كله ومنضفه وعامله ومحلقه على الفراخ في جنبه ومنضفه وتبن. عندي تربوا على تبن، تربوا على نشاره، تربوا على ارضيات بلاستيك. انا بحب النظافه للفراخ، انا بحب بناقص ساعه من وقتي وانضف لحاجتي. فالحاجه يا جماعه حتى لو انت رايحاها كده تذبحيها تفرح في شكل الفرخه كده نضيف حتى، وبيبقى شكل الفرخه يفرح كده. وبعدين محافظه على فراخك، يعني انا البرد جه برد لحقته في اول بقى المتابعين يقولوا لي هاتي كذا واعملوا مضيد دحي، والله ما اديته مضيد دحي غير زيت النعناع والقرفنت والخلطات بصل وثوم وليمون والسقوات اللي هو ورق الجوافه على النعناع والجنزبيل والحاجات اللي كنت بعملها الطبيعيه، والله ما جبت مضيد دحي. ليه؟ عشان لحقت فراخي في الاول. وزيت النعناع كان يعتبر 80% من اللي هو قضى على البرد. وريته لكم، قلت لكم من عمر يوم لعمر 20 يوم حطوا 3 سم، من عمر 20 يوم لعمر 40 يوم حطوا 5 سم على زيت الميه، زيت نعناع. لحقتهم في الاول، اول ما فرخه عطست لحقتها، وكان في فرخه بتعطس بقى عملت ايه بقى؟ جبت 3 سم زيت نعناع خام، ما رضيتش احطه على ميه بعد ما خفوا بيوم. تاني يوم لقيت فرخه واحده بس، استنطت على صوت لقيت فرخه واحده بس اللي بتعطس، رحت جايبه سرنجه ومعبيه 3 سم 5 سم يا رب، معبيه 5 سم زيت نعناع، ورحت تلقائي خام في بقها، فتحت بقها والله في المكان ده، خرجتها من هنا وديتها في المكان ده، ورحت فاتحه بقها ومديها ايه جرعه 5 سم زيت نعناع تلقائي. والله اني انا تاني يوم ما لقيت عطسه وعارفاها لانها كانت فيها علامه سمراء كده. طبعا الكب بيبقى فيه علامه سمراء، مش كله بيبقى فيه 2 3 كده. علمت قعدت استنى على صوت، ما لقيتش، كانت هي الوحيده اللي مش مبطله. والله تاني يوم ما لقيت اي، قسما بالله ما لقيت، وحياتي الايام المفترجه ما لقيت صوت لها تاني. ليه بقى؟ حلاوتك ان انت تلحقي حاجتك في اولها، رغم ان الفراخ كلها كانت خفت وهي اللي تاني يوم لقيت فيها صوت، لحقتها على طول، اديتها بقى زيت النعناع تلقائي كده ببقها، مش عايزه بقى احط للكل، كل خف خلاص كده. فيمكن كان جاي على دي بتقيل شويه، فالحاجه بقى عدست الحقيقه في الاول، الحاجه سهلت الحقيقه في الاول، هتعملي كله هيتعدي، هتخشي في مضادات حيويه وهتخشي في مشاكل، وافرضي ان انت عايزه تذبحي وهتضطري للمضادات الحيويه. الحقي حاجتك في اولها، حلاوتك ان انت تلحقي حاجتك في اولها. فرخه عدست عالج، فرخه سهلت اعالج عشان الكل ما يتعديش، فرخه كش اعزلها، في اسهال احمر اعزله اعالج السليم والعيان، مش العيان بس. لكن لما يكون برد بنعالج كله عادي، لكن اللي تخافي منه المفروض تعزليه 3 حاجات لو ظهروا على فراخ: اسهال ابيض يتعزل، فرخه تتعزل، اسهال احمر تتعزل، فرخه كشه تتعزل، وعالجهم لوحدهم في جنب، وبرده هتعالج اللي كانوا واقفين معاهم برده، وقايه للكل. فخلي بالكم يا جماعه، ما تخلوش الفراخ من اهمالكم توصلوا فراخكم للمراحل دي ماشي. سموا بالله وصلوا على رسول الله. طبعا احنا خلاص المغرب كده خلاص هيدن، هنجهز بقى، نحط اللهم صل على سيدنا محمد، هنحط ميه وعليها خل بس،
هنحط الميه وعليها خل، طبعا المخلي بديل مضاد للسموم، لازم نحافظ على فراخنا برضه. هنحط الميه عليها خل، ونحط العلف. اللهم صل على سيدنا محمد، عليه ايه؟ عليه سن الفول زي ما احنا متعودين بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده حطينا الميه وحطينا فيها ايه؟ اللهم صل على النبي، بيشربوا اهو، وحطينا فيها خل. طبعا بقى العلف اهو اللي كان في العلافه فضيناه، وهنزود عليه ونحط عليه سن الفول. زي ما انتم شايفين حطينا العلف وحطينا فول ايه فوق اهو، سن الفول اهو. ماشي يا جماعه اهو. اللهم صل على النبي. حطينا سن الفول وقلبناه على الايه، على العلف، وحطينا الميه وحطينا الاكل. اللهم صل على النبي اهو. فراخنا الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله، كويسه جدا بفضلك يا رب. الحمد لله والشكر لله، وربنا يطعمنا جميعا، ما يخيبناش تعب، اللهم امين، ويدينا على قد تعبنا، ويجعل بيوتكم مستوره وبيوتنا، اللهم امين يا رب. الله يبقى لام مصطفى كومنت حلو كده، ربنا يكبر بخاطركم جميعا ويستركم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويجعله شهر الخير والغفران والستر والرضا من عند الله. دي الفيديو بتاعنا بقى كان النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، من رضاكم. ما تنسوش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.